الله كده تكونوا بخير وفي احسن حال، وكل حاجه كده كويسه وجميله، ومولد النبي خلاص اهو على الابواب، والمدارس كمان على الابواب. وطبعا احنا طبعا ولادنا ما بتبطلش بقى ايه، عايزين فطير وعايزين حاجه حلوه وعايزين نجيب حاجات من بره، ولا نجيب فطاير بقى محشيه وفطاير بالعجوه وحاجات كده بقى. فاحنا دلوقتي بقى ان شاء الله هنعمل مع بعضينا الفطير الجميل اللي هو ايه بنشتريه من الفرن. طبعا دلوقتي كل حاجه غاليه بقى، وكل حاجه ايه بالشيء الفلاني. عشان تجيبي فطيره كده صغيره قد الكحكايه يقولك ب7 جنيه وب10 جنيه. فاحنا ان شاء الله بقى النهارده هنعمل مع بعضينا الفطير الجميل اللي هو الترس بقى، اللي بيبقى العيال بتحبه بقى كده، تلاقيه مليان كده ايه، عامل زي الدايره كده المشققه دي. هنعمله ان شاء الله مع بعضينا بعجينه حلوه، نقدر من العجينه دي نشكل بيها بقى ايه شويه فطاير وشويه حاجات جميله العيال يفرحوا بيها ويحبوها. وطبعا توفري شويه من المصاريف طبعا، وتدبري كده ايه مصاريف ايدك في ايه الحاجه تعمليها في البيت، منها تعمليها بنظافه، تعمليها حلوه وانت اللي ضامنه انت هتعمليها ازاي وحاطه فيها ايه. طبعا انت هتحطي فيها حاجات برضو مغذيه اكتر من اللي بيحطوها بره. فطبعا كل ده غذاء لاولادنا وحاجه كويسه وحاجه نظيفه. احنا دلوقتي هنعمل بقى مع بعضينا ونشوف بقى ايه طريقتنا. هنعمل بقى عجينه كده تطلعي منها كذا شكل وكذا نوع وكذا حاجه تطلع معاكي جميله في منتهى الجمال. دلوقتي بقى نبتدي مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلاه تهدينا وتغنينا وترضينا. دلوقتي بقى احنا معانا كيلو دقيق اهو، وحطينا معاه معلقه ملح صغيره، وهنعوز 5 معالق كبار سكر، ومعلقتين خميره كبار، ونص كوبايه زيت بالمج العادي اللي في البيت عندنا، وكوبايه لبن. طبعا بره مش هيحطوا لبن، هو هيحطوا لك ميه بس. فاحنا هنحط ايه لبن كوبايه ونص ميه. وطبعا هنحط برضو معلقتين كده ايه لبن بودره برضو، أو كله برضو غذاء لولادنا. نحط معلقتين كده 3 كده حلوين برضو كده ايه، بيدي ايه طعم جميل كده ايه. معلقه دي صغيره نحط حبه حلوين كده. فايه كل طبعا ده غذاء لاولادنا. يعني انت بتحطي الحاجه في البيت اللي موجود عندك، بتحطي لبن، تحطي لبن بودره، يعني الموجود عندك وعايزه تعملي بيه العجينه بتزودي في العجينه، بتطلع الحاجه جميله وتحفه وفي منتهى الجمال. فاحنا دلوقتي حطينا حاجتنا اهو، وايه هنسيب باقي المكونات الجافه دي كده على جنب. الملح طبعا حطيناه واللبن وكل حاجه حطيناه. دلوقتي بقى هنحط بقى هنا، هنحط في الميه السكر، وهنحط طبعا عليها الخميره، وهنحط الزيت نص كوبايه كده حلوه. طبعا هنحط اللبن كله بدرجه الحراره العاديه. طبعا هنقلبهم بقى بالمضرب كده شويه، ونسيبهم بقى كده ايه مع نفسهم كده 5 دقايق كده، بنحس بقى ايه ان ايه الخميره والفقاعات بتاعتها كده بانت كده وطلعت. وبعد كده ايه نبتدي ايه الشغل بقى، ونبتدي عجن في الايه في العجينه. طبعا كل الحاجات دي بتوفر معاكي، وبتعملي طبعا يعني كميه حلوه. يعني الكيلو دقيق ده هيعمل معاكي كميه. شوفي انت لو اشتريتيها من بره بقى هتشتريها بكام، لكن انت بتعمليها في البيت تطلع معاكي كميه حلوه وحاجه نظيفه وحاجه حلوه. تنفع بقى معاكي فطار، تنفع معاكي في العشاء، تنفع معاكي والولاد رايحين المدرسه. طبعا الولاد كلهم قاعدين ولا خارجين ولا رايحين في حته عايزين يشتروا، لا يمشوا قدام الافران عايزين، لكن انت ما تعملي لهم الحاجه في البيت تبقى الحاجه موجوده، ياكلوها في اي وقت ويعوزوها في اي وقت يلاقوها عندك في البيت. انت ممكن تعملي كميه وتحطي الكميه مثلا وتطلعي على قد ما انت عايزه، وتحطي الباقي ايه في الفريزر. تيجي تطلعي على قد ما انت عايزه برضو، تطلع الحاجه معاكي اكنك لسه جديده ولسه جايباها من الفرن دلوقتي حالا. فكل الحاجات دي بتبقى كويسه في البيت، ويبقى خير كده وبركه في البيت كده، وحاجه حلوه للعيال. دلوقتي بقى احنا ايه هنسيب دي دلوقتي كده ايه مع نفسها. بقى هنقلب بقى المكونات الجافه مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الخليط بتاعنا اللي احنا عملناه ده بقى ايه خلاص بقى ايه بقى جميل اهو. هندلق بقى ايه الخليط ده كله هنا كده. طبعا هنحط شويه خل، معلقه صغيره كده خل، ونبتدي بقى ايه نقلب بقى كده من بعضه. طبعا العجينه وانت بتعمليها لازم تخدميها بقى في العجن، تخدميها كويس
عشان تطلع معاكي كده حاجه كويسه. طيب بقى تعجني فيها كده ايه لغايه ما تطلع معاكي كده ناعمه وجميله بقى. كل الحاجات دي بتعمليها بقى في بيتك تطلع معاكي تحفه وجميله. كل حاجه تطلع معاكي جميله في منتهى الجمال. الحاجه والله بتبقى سهله وحلوه، ومنك بتنوعي تعملي حاجات حلوه وحاجات جديده. والعيال يعني بتحب الحاجات دي، الولاد بتحب التنويع وبتحب الحاجات دي. فانت بقى تعمليها طريقه حلوه كده وسهله. ولو وصلت بقى معايا لغايه هنا صلوا على النبي بقى حبيبنا، متنسونيش بقى في اللايك بقى والاشتراك في القناه. انا اختكم طبعا بحبكم في الله. نفضل نعجن بقى كده. دلوقتي بقى حبايبي العجينه خلاص خلصت معايا اهي، عجنتها. شايفين طريه وجميله ازاي؟ شايفين ناعمه ازاي؟ لازم تبقى حلوه طريه كده، ما تبقاش جامده عشان تطلع معاكي ايه كويسه. وندهن بس الوش بشويه زيت صغيرين، وهنسيبها ايه ترتاح كده حوالي ربع ساعه ولا حاجه. وبعد كده ايه نبتدي نشكل فيها. طبعا بعد ما نشكل فيها هنسيبها برضو ايه تكمل بقى ايه تخمر، عشان ايه ندخلها الفرن تبقى خمرانه كده ايه وحلوه. دلوقتي بقى هنجهز حشوتنا. اللي عايز بقى يحشي بالعجوه يحشي، عايز يحشي بالملبن يحشي، اللي انت عايزاه بقى اعمليه. اللي عايز يعمل حاجه بالشوكولاته هنعمل، احنا هنعمل ايه كل اللي احنا عايزينه هنعمله دلوقتي ايه، ونشوف ايه طريقتنا ايه وهنعملها ازاي. هنسيبها دلوقتي بقى نغطيها ونسيبها ايه ترتاح شويه. دلوقتي بقى هنجهز الحشوه بتاعتنا. جبنا العجوه اهي، نحط عليها بس ايه معلقه سمنه كده صغيره، ايه نعملها بايدينا كده، ونعملها بقى صوابع بقى عشان خاطر ايه نحطها ايه في الحشوه بتاعتنا على طول. فاحنا دلوقتي بقى ايه هننزل السمنه كده بالمعلقه، ونفضل ايه ندعكها كده فيها عشان ما نحطهاش بقى لا في فرن ولا في ميكروويف ولا في حاجه ما تنشفش العجوه. فاحنا نفضل ايه ندعكها كده، بعد كده ايه نشكلها عشان ايه نحطها ايه في الايه في الشكل اللي احنا عايزين نعمله ايه في العجينه. والعجينه زي ما انتم شايفين اهو غطيناها بقى ترتاح شويه، ونبتدي ايه نعمل فيها ايه بس ايه ما نشكل بقى ايه العجوه بتاعتنا الاول. دلوقتي بقى خلاص احنا ايه عملنا العجوه بتاعتنا بقى اهي خلاص. ودلوقتي هندهن بقى الصواني بتاعتنا بقى كده شويه زيت كده. هنجهز بقى كل حاجتنا عشان نيجي نشتغل كده تبقى حاجتنا بقى كلها جاهزه جنبينا، ما نحتاجش ايه نعمل حاجه ولا اي حاجه تانية ايه تاخدنا من العجينه بتاعتنا اللي احنا هنغوص فيها دلوقتي بقى، ونعمل ايه الاشكال الجميله بتاعتنا. دلوقتي بقى هنبتدي بقى ايه نعمل اشكالنا الحلوه ونشوف هنعملها ازاي. بقت جميله ازاي في منتهى الجمال اهي. دلوقتي بقى هناخد فيه على قد ما هنعمل اللي نعمله ونبقى نغطيها على طول عشان خاطر ايه وشها ما ينشفش. فاحنا هنبتدي بقى ناخد بقى ايه حبه كده، حته كده نحطها جنبينا على قد ايه ما هنعمل الشكل اللي احنا عايزينه، ونكمل الباقي. نغطيها ونبتدي بقى ايه. شايفين عجينه جميله ازاي وناعمه وتحفه اهي شايفين. هنقطعها بقى ايه على قد ما احنا عايزين كده، قطعه قطعه كده نحطها في جنب. دلوقتي بقى ايه هنعمل اول شكل مع بعضينا. شوف بقى هنعمله ازاي اهو. نجيب بقى ايه عجينه كده ونفتحها كده، نحط بقى ايه العجوه اللي احنا ايه عملناها ونقفلها عليها كده. نبططها ده. طبعا عايزه بقى ايه تقطعيها بالمقص، بتقطعيها مقص طبعا عاملاه ايه للمطبخ، يعني ده بس ايه للعجاين للحاجات ايه اللي انا بحب ايه اعملها في المطبخ. تقطعيها بقى كده شايفين. شايفين بقت عامله ازاي جميله بقى، دي تطلع بقى جميله في التسويه. طبعا هنقوم عاملين مع ايه في النص كده اي قمع عندك
تطلع معاكي كده شكلها تحفه في منتهى الجمال. نحطها، ده اول شكل هو عملناه مع بعضينا. نعمل كمان واحده منه ونكمل بقى ايه مع بعضينا. العجينه لازم تبقى ايه طريه خالص كده، ما تبقاش ناشفه. شايفه هي عامله ازاي؟ يعني تبقى طريه خالص في ايدك كده، يعني عامله زي الملبن ازاي. تطلع معاكي دي بقى في منتهى الجمال. انما لو نشفت منك تبقى طالعه مش حلوه خالص وتديكي نتيجه مش كويسه. احنا دلوقتي هنحط بقى العجوه بتاعتنا ونقفل عليها كده. شايفين الجمال والحلاوه؟ تطلع معاكي الحاجه في منتهى الجمال وتحفه بقى، حاجه كده. ده اللي بيقولوا عليه ايه، فاخر من الاخر. طبعا كل الحاجات دي بقى اولادنا بتحبها بقى وبيحبوا يشتروها من بره. وطبعا كل الحاجات دي بقت غاليه نار بره في الفرن وفي الحاجات دي. هنعمل ايه في النص اهو، ونقصقص من هنا. ممكن تعمليها بالسكينه عادي، ممكن تقصقصيها بقى بالمقص مفيش مشكله. شايفين الجمال بقى في التسويه بقى؟ الحاجات دي كلها بتطلع بقى وتبان كده وشكلها تحفه بقى كده ايه وانت مسوياها. دلوقتي بقى احنا هنعمل بقى الشكل التاني اللي هو ايه، عامل زي الترس كده. هنقوم عاملين ايه، عجينه كده نفضل نفرد فيها ايه بالطول ونبططها كده. نحط بقى فيها ايه صباع عجوه كده من اللي احنا عاملينه ده، برضو ايه نلفها عليه كده. برضو تقعدي ايه تلفيها كده مع بعضها. بسكينه برضو كده من الجناب برضو كده تشقي فيها. يطلع معاكي بقى جميل. ممكن تعمليه اصغر من كده، ممكن تعمليه اكبر من كده براحتك. طبعا احنا ايه هو عمل مننا هنظبطه وايه ونحطه في الصينيه. هنعمل بقى كمان واحده، ممكن تصغريه تكبريه بقى براحتك. احنا هنعملها كده. فيها برضو العجوه. طبعا احنا كمان بنحط عجوه كتير، يعني مش بنحط حاجه صغيره زي الفران، لا احنا بنحط عجوه كتير. يعني تاكليها كده تبقى مليانه عجوه كده ايه في بق العيل كده ولا في بق الولد، تلاقي ايه العجوه كتير، مش حاطين حاجه كده صغيره ولا اي حاجه، لا. نفضل بقى نفتح فيها كده. نحطها بقى في الصينيه. نكمل بقى بقيه حاجتنا ونرجع لكم. دلوقتي بقى هنعمل شكل تاني بقى ايه زي ايه البريوش كده. طبعا البريوش احنا عارفينه والولاد كلهم بيحبوه، فاحنا هنعمله لهم برضو كده بطريقه جميله برضو. العجينه دي يعني تنفع تعملي بيها حاجات كتير قوي، ونعمل بيتزا ونعمل حاجات يعني في منتهى الجمال بيها. فاحنا دلوقتي ايه هنعملها كده. كل ما اتقطعت كل ما تطولوا في العجينه يبقى احسن. لفها بقى كده، تفضلي تلفي. اعمليها طبعا بالمقاس بقى ايه اللي انت عايزاه.
نحط دي بقى كده من تحت كده تطلع معاكي جميله. نعمل واحده كمان اهو، بس ما تتقطعش مننا بقى عشان انا كل ما عماله ايه اطول فيها وتتقطع. فاحنا ايه هنعملها كده ايه. وطبعا ممكن تدهني بقى وشها سكر، وممكن تحطي عليها عسل، ممكن تحطي عليها حاجات حلوه كتير. يعني العجينه هتساعدك تعملي ايه حاجات في منتهى الجمال. طبعا اهي العجينه اهي نفضل بقى نلف فيها كده، بس ما نقلبظهاش قوي لفوق يعني عشان ايه تطلع معاكي حلو. دي من تحت كده عشان تمسك كده فيها اهي جميله اهي. نحطها برضو ونبقى ندهنها ايه سكر او بعسل اي حاجه. نعمل كمان واحده. يعني ممكن تعملي اشكال كتير بعجينه واحده في منتهى الجمال، تطلع معاكي حاجه جميله وحاجه تحفه وتفرحي بيها اولادك وياكلوا ويشبعوا وكلهم عايزين. الواحد بيجيب الحاجه من الفرن ما بتكفيش حاجه، يعني الواحد لو كلها ما بيتحوقش اصلا انها تشبع ايه العيل ولا حاجه ايه منها، لانها بتبقى حاجه صغيره وفي نفس الوقت غاليه يعني. دلوقتي بقى هكمل بقى ايه بقى. دلوقتي بقى هنعمل مع بعضينا ايه الضفيره برضه. هنفضل ايه نعمل بقى كده ايه ونرفعها خالص، بس يا رب ما تتقطعش نفضل نعمل كده ونرفعها. نعمل برضه كمان واحده. هنقعد ننوع كده ونعمل اشكال والوان كده طول ما احنا قاعدين، حاجه جميله كده وحاجه تحفه. واللي يوصل معايا بقى لغايه هنا نصلي على النبي بقى حبيبنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. العجينه لينه بقى وتساعدك بقى ايه تعملي اي حاجه. عايزين نقول بقى قد بعض. نشيل بقى الحته دي كده. هنمسكها طبعا بقى من هنا كده ونفضل بقى نلف كده كأنك بتعملي ضفيره بالظبط. والله الواحد ناسي الضفيره بتتعمل ازاي، بقالي كتير ما عملتش ضفاير يعني لولادي، كبروا بقى. امسكيها بقى من هنا كده تلفيها بقى كده تطلع معاكي بقى ايه ضفيره جميله برضه نحطها معانا. نعمل شكل تاني برضو. شايفين كمان عجينه جميله وتساعدك اهو طريه خالص. شوف كل ما اعملها تتقطع عشان بتمط جامد. شايفين جميله ازاي. تقدري تعملي برضو اشكال كده مع بعضيها دواير كده تلف معاكي تطلع معاكي جميله برضو. هي الشكل ده برضو تعمليها تطلع معاكي تحفه. دلوقتي بقى ممكن نعمل مع بعضينا برضو بتزاز قنونه كده حلوه اهي.
انت بقى ممكن تصغري عن كده عشان لو عاملاها ايه للولاد ياخدوها في اللانش بوكس ولا حاجه، تعمليها ايه اصغر من كده. انما طبعا عشان عاملاها دلوقتي ايه الولاد ياكلوها، فايه عاملاها ايه كبيره كده. طبعا دي بقى هنعملها كده، نحطها في الصينيه بتاعتنا ونحط فيها ايه المكونات اللي احنا ايه عايزينها. دلوقتي اهو كده هعمل كمان واحده. شايفين العجينه يعني عملت معانا شويه حاجات كتير اهي. يعني من جمال العجينه هتفكري كده تعملي بيها ايه ولا ايه، يعني كل اللي يخطر على بالك ممكن تقعدي تعمليه بالعجينه دي. طب كده وايه هنجيب دلوقتي ايه نحطها بقى فيها الصلصه بتاعتنا. هنا بالصلصه طبعا الصلصه دي طبعا ببقى جاهزاها عندي في التلاجة، بتحتاجها بقى المكرونه، احتاجها لاي حاجه بيتزا، تبقى الصلصه ايه موجوده وجاهزه عندي في التلاجة، بتساعدني بقى ايه ان انا اعمل حاجه بسرعه. يعني لازم الحاجات دي تبقى عندك برضو موجوده في التلاجة وجاهزه، شويه صلصه شويه كاتشب، كل الحاجات دي تعمليها كده وتجهزيها في التلاجة، هتطلع معاكي الحاجه جميله وتحفه، ما بتاخدش منك وقت بقى ولا حاجه. لان بتكون عندك بتطلعي وتنجزي بقى وقتك على طول. شويه جبنه بقى، نجيب الجبنه دلوقتي بقى. باقي العجين عملنا بيهم البيتزتين دول بقى، اتنين كبار شويه واتنين صغيرين اللي هي الميني بيتزا، ونحط عليها بقى الجبنه الرومي. طبعا اي حاجه بقى موجوده عندك، جبنه رومي بقى، جبنه شيدر، جبنه ميكس جبن، اي حاجه بتحطيها بقى الموجود عندك بتحطيه. انا كان عندي حتتين جبنه رومي كده صغيرين حطيتهم عليهم اهو، على حتتين زيتون كده، لان ولادي ما بيحبوش عليها اي حاجه غير هو ايه الجبن بس، فايه الموجود عندك بقى ايه تحطيه وخلاص. عندي شويه ميكس جبن اهو نحطهم عليهم برده كده، يدوا برده ايه طعم جميل كده. وهي عجينه اهي واحده عملنا فيها حاجات كتير، وان شاء الله بقى تستفادوا كده من الفيديو ده، تعملوا بيه حاجات حلوه كتير، وولادنا ناكل ونشبع ونعمل لهم كل اللي هم عايزينه في البيت اهو. حاجه كده تحفه، حاجه كده في منتهى الجمال، حاجه كده خطيره خطيره، تطلع معاكي حاجه جميله جميله جميله، خمسه جميله. شايفين الجمال بقى؟ هنسيب بقى الحاجات دي كلها ايه تخمر كده مع بعضيها بقى، وايه وقت ما اجي ادخلها الفرن اقول لكم بقى هنعمل ايه، نحط ايه على وشها بقى عشان تطلع معاكي تحفه ومنتهى الجمال. دلوقتي ما شاء الله شايفين العجينه بتاعتنا عملت لنا شويه حاجات قد ايه جميله، واشكال والوان وحاجات كده ايه منوعه، ممكن تنوعي ليها وتعمليها في البيت. وطبعا هندهن وشها بقى، بدل ما هندهن وشها بيض بقى والكلام ده، لا احنا هندهنه. شايفين دي معلقتين عسل عليهم معلقتين ميه، عسل اسود، ونقلبهم في بعض كده وندهن بيهم الوش، هيطلع معانا بقى اللون جميل والطعم في منتهى الجمال. وعايزه ترشي بقى سكر على اللي هو زي البريوش دون، نرش عليه يديكي برده طعم جميل وفي منتهى الجمال. والعسل بقى مع الميه دي تدهني بيه بيدي طعم في منتهى الجمال للمعجنات، يديكي طعم حلو قوي. ندهن بيه كده خلي الحاجه لونها وطعمها جميل قوي. فانا خلاص بقى ايه هما شرخموا وخلاص اهو بقوا جمال هما، ايه هدهنهم كده وادخلهم بقى ايه الفرن بقى على درجه حراره كده 200 في الرف اللي في الوسط. وما يطلعوا طبعا هوريهم لكم بقى وتشوفوا الجمال وتشوفوا الحاجه الجميله لما تعمليها في البيت وتطلع معاكي تحفه ازاي.
وما تنسونيش بقى يا حبايبي في الايه، في اللايك والشير بقى كده، واشتراك في القناه. فرحوني كده بتعليقاتكم، واشوفكم كده دايما ايه، تشوفوا ايه حاجتي والحاجات اللي انا بعملها، ان شاء الله كده تنول اعجابكم. اكمل بقى دهنهم كلهم وادخلهم الفرن واوريهم لكم بقى ايه لما يطلعوا. شايفين يا حبايب قبلي بقى خلصنا احنا بقى ايه العجينه بتاعتنا وعملناها في الفرن وخلصناها وبقت جميله ازاي. طلعنا منها البيتزا، طلعنا منها البريوش، طلعنا منها الضفيره، طلعنا منها الترس، يعني عملنا منها شوفي كذا شكل جميل ازاي. والعجينه قطنيه وفي منتهى الجمال، شايفين عامله ازاي قطن خالص، شايفين من جوه عامله ازاي في منتهى الجمال. طعمها طبعا تحفه. وشايفين الترس عامل ازاي جميل. ولا تقولي بقى نشتري من بره ولا نروح نشتري من الفرن بقد كده ولا اي حاجه، حاجه جميله وحاجه مضمونه وتسويه عسل اهي. وتعملي الحاجه في البيت في منتهى الجمال وانتي خدماها وعاملاها تحفه تعجب ولادك، ويبقى حاجه كده من الاخر، يعني حاجه كده مفيش بعد كده. ان شاء الله بقى الوصفه تعجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى لايك وشير، ما تنسونوش بقى في الاشتراك، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده مع هند محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.